النهاردة هحكي لكم عن جريمة حقيقية حصلت في قلب سموحة، واحدة من أهدى المناطق في اسكندرية. جريمة محدش كان يصدق إن هي ممكن تحصل هناك. جثة ست متقسمة نصين ومن غير راس، مرمية وسط الزبالة، واكتشفها عامل نظافة بالصدفة. لكن المفاجأة الأكبر كانت لما الشرطة بدأت تفك اللغز، واللي اكتشفوه خلى الناس تفكر وتقول دي مش مجرد جريمة عادية. يلا بينا نبدأ. في يوم عادي جدا كان الصبح في منطقة سموحة الدنيا هادية جدا. الناس كانت رايحة لشغلها، المحلات لسه بتفتح، والدنيا شكلها طبيعي. لكن حوالي الساعة 9 الصبح عامل نظافة تابع لحي شرق اسكندرية كان بينظف الشارع جانبي، وهو بنفسه قال بعدين: أنا كنت بلم كيس كبير بس كان تقيل قوي على غير العادة، ولما فتحته الدنيا اسودت في عيني. جوه الكيس لقى حاجة محدش يتمنى إن هو يشوفها: نص جسم ست من غير راس، ومفيش أي ورق أو أي حاجة تدل على هويتها. المنظر كان مرعب لدرجة إن هو وقع على الأرض من الصدمة، وفضل يصرخ لحد ما الناس اتجمعت حواليه. في لحظات وصلت الشرطة والنيابة نزلت بنفسها، والمنطقة كلها اتقلبت. الناس كانت بتصور، والكل بيسأل مين دي وليه بالشكل ده. الطب الشرعي اتدخل بسرعة وبدأت التحريات. أول حاجة عرفوها إن الجثة دي متقطعة بسكينة حادة جدا بطريقة شبه احترافية، وده خلى الشك يروح ناحية اللي عمل كده مش مجرد مجرم عادي، ده حد عنده خلفية في الجراحة أو شغل جزارين. بدأت التحريات تلف على المستشفيات وتشوف إذا كان في أي حد بلغ عن اختفاء ست بنفس المواصفات، لحد ما لقوا بلاغ من يومين عن ست اسمها نورة، كانت ساكنة لوحدها في شقة صغيرة قريبة من المكان. جارها قال إن هي اختفت فجأة بعد ما كانت داخلة شقتها بالليل، ومن بعدها محدش شافها. الشرطة راحت وكان الباب مقفول من بره بالمفتاح، لكن لما فتحوه لقوا المنظر يخوف. في آثار دم على الأرض، والسجادة كانت متشالة، والمطبخ فيه ريحة غريبة كأنها خليط ما بين دم ومية منظفات. بعد ساعات من التحريات الكاميرات جابت إن فيه مفاجأة كبيرة. في ليلة اختفائها شافوا شخص غريب داخل ومعاه شنطة سودا كبيرة، وطالع من العمارة بعدها بساعتين من غيرها. الكاميرا كانت بعيدة ومش واضحة، بس شكله كان مألوف للناس. عامل سوبر ماركت قال إن ده شبه جوزها القديم اللي هي كانت دايما بتتخانق معاه. وبالفعل لما الشرطة جابت صورة جوزها القديم طلع هو اتقبض عليه وانهار أول ما واجهوه بالأدلة. قال في التحقيق: أنا كنت ناوي بس أرعبها، بس هي كانت بتبتزني وبتقول إن هي هتفضحني مع مراتي الجديدة. حصلت مشادة ومسكت عليا سكينة، بس الأمور خرجت عن السيطرة. الجريمة دي صدمت كل اسكندرية، مش بس بسبب بشاعتها، لكن لأن الست دي كانت معروفة إن هي هادية، ومحدش كان يتوقع إن نهايتها بالشكل ده. الجريمة حصلت في مكان راقي جدا، بس الخطر عمره ما بيختار مكان، والشر ممكن يستخبى ورا وش عادي. بعد أسابيع اتحكم على القاتل بالإعدام شنقا، لكن الغريب إن في ناس كتير لحد النهاردة بيقولوا إن هما بيسمعوا صوت صريخ في المنطقة اللي اتقتل فيها، وكمان في الشارع اللي لقوا فيه الجثة.